السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم الموز، ايس كريم طبيعي 100%. ان شاء الله يعجبكم وتجربوا الطريقة النهاردة. يلا نشوف عملنا الايس كريم بتاعنا ازاي. المكون الاول بتاعنا هو بلح. انا بكون مفصصاه، شايله منه البذر وبشيله في الفريزر. فدي كده دي الكميه بتاعتي اللي انا كنت مفرزاها. سبتها فكت. وبعد كده هضيف عليها شويه لبن صغيرين جدا، بس اللي هي اعرف افرمها علشان يطروها معايا والبلح يتفرم معايا بسهوله. وممكن لو عندك بلح ناشف هتبليه كويس قوي، يعني هتسيبيه يخمر كده يتبل وبعد كده تستخدميه عادي. ضفنا عليها يعني تقريبا ربع كوباية لبن، يا بس خلي الخلاط بس تخلي العجوة تطرى معانا عشان تتضرب معانا في الخلاط. تمام. وبعد ما اتفرمت، مش لازم هتتفرم قوي، هتبقى فيها قطع صغيرة يعني عادي مش هتبان. لسه هنفرم تاني بقية المكونات بتاعتنا. وبعد كده معانا الموز. لو عندك حتى موز مثل هو بيسود كده وبيبقى مستوي هتستخدميه عادي جدا، لان كده كده هنشيله في التلاجة ولونه هيغمق اصلا. وبعدين معانا معلقتين من الكريم شانتيه الخام، وممكن تستخدمي كيس كريم شانتيه عادي اللي في السوبر ماركت. ومعلقتين كبار كمان من اللبن البودرة، علشان انا هستخدم مية فهحط لبن بودرة. وعندي هنا عسل، هضيف بتاع 3 أو 4 معالق كبار. احنا مش هنضيف للايس كريم بتاعنا سكر خالص، كلها سكريات طبيعية كده. هنضيف العسل هيحلي معانا مع العجوة. حتى الكريم شانتيه اللي انا حطاه من بدون سكر. وبعد كده بقى هضيف 4 مكعبات من التلج. ممكن تستبدلي التلج، انا حطيت لبن بودرة وحطيت تلج مية. ممكن تستبدلي ده الاتنين دول ان انت تحطي حليب عادي، ويعني تستبدليهم بالحليب او يكون متلج. لو الخلاط بتاعك مش هيلف بالتلج يعني، والحاجات والمكونات دي كلها مع بعض لو هتحتاجي يعني مية حاجة سايلة عشان خاطر يلف معاكي. انما عندي هنا الخلاط اشتغل تمام. ما ضفتش اي حليب او اي حاجة. بعد كده بضيف اي مكسرات عندي، اي نوع مكسرات متوفر بيدي طعم حلو قوي. ما بيتفرمش قوي، بيبقى مجروش كده في قلب الايس كريم وبيدي طعم جميل جدا. زي ما انتوا شايفين القوام عامل ازاي قدامنا. شايفة الايس كريم وجماله، شايفة المطة كمان، وطبيعي 100%، ومن غير اي سكر. يعني كلها حاجات طبيعية. اي نوع كيك بقى، انا جبت كيك مصري طبعا. وممكن كمان لو اي بواقي كيك عندك او اي بسكوت او بديل اللوتس مثلا، يعني الحاجات دي هتدينا طعم حلو قوي وشكلك حلو كمان، وهتخلي تشجع الولاد ياكلوه. طبعا الاولاد بيحبوا الحاجات دي جدا، وخاصة ان الايس كريم بتاعنا طبيعي 100%، يعني هتاكلي ولادك منه وانت ضميرك مرتاح. وان شاء الله تكون طريقتنا عجبتكم. زي ما انتوا شايفين كده دخلت في علبة الكيك في قلبها كده، والعلبة التانية يا دوب هنزله بس لتحت شوية عشان اعرف اغطيها، وعشان الكيك ما تبقاش طالعة لفوق وتنشف. تمام كده، دخلها بس كده عشان خاطر ما تنشفش لما تدخل تتجمد، تضطر شوية مع الايس كريم. زي ما انتوا شايفين شكله تحفة بجد، شكله وطعمه كمان بجد رهيب. طبعا احنا ما صبرناش عليه، المفروض يقعد من 6 ساعات في الحر دوت، وعلى حسب طبعا ما الفريزر عندك بيجمد ممكن 8 ساعات. لكن احنا طبعا 3 ساعات والحمد لله، يعني ما كانش لسه جمد قوي، بس كان طعمه بجد تحفة جدا. بإذن الله هتجربوه، وانا واثقة ان شاء الله ان هو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.